اجتني زبوني كبير الكوساية الكبيرة هدية من جيراني وقررت أعمل فيهم كيك زوكيني كيك. جربتوه قبل هالمرة؟ إذا ما جربتوه شوفوا طريقتي. المقادير: استعملت كوبين ونص من الطحين، حطيت لهم ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح، حطيت لهم ملعقة من القرفة ونص ملعقة من جوز الطيب. منخلهم كلهم مع بعض، نتركهم على جنب ونشتغل بالمواد التانية. هلأ الزوكيني هي قطعتها هيك قطع وبدي ابشرها. فيكن أكيد تستعملوا أي نوع كوسة موجود بالسوق، بس بيلبق أكتر لهذا النوع من الكوسة. بشرته مثل ما شايفين بهالطريقة. وهلأ بنعمل الخطوات التانية. حطيت 3 حبات من البيض، رح ضيف لهم ملعقة ونص تقريبا أو ظرف من الفانيلا. منحركهم كتير مع بعض ومنضيف 3/4 الكوب من السكر البني. منحركهم كتير مع بعض ومنضيف كمان 3/4 الكوب من السكر العادي. بحال ما توفر السكر البني فيكم تستعملوا السكر العادي. كمان رح أضيف لهم كوب من زيت النباتي. منحركهم كتير مع بعض وبعدين شوفوا كيف حصلنا على هالمزيج. بنضيف عليه الكوسة اللي بشرناه من قبل. ما في داعي نصفيه ولا شي بهالمرحلة. ما عاد نستعمل الخفاقة، بنستعمل بس هاي الملعقة. بنحركهم كتير مع بعض حتى يمتزجوا كلهم تقريبا، وبعدين بنضيف بالتدريج الخليط اللي تحضرناه من قبل. ومثل ما شايفين هيك بنخليهم كلهم يختلطوا مع بعض. وبعدين بنكون نحن محمعين الفرن ومجهزين الصينية، دهنينها بالزيت وراشين عليها كمان الطحين. أو نسيت لكم، هي اختياري إذا بتحبوا تضيفوا أي نوع من المكسرات. أنا ضفت هون 3/4 الكوب من الجوز. وهلا بنحطهم بالقالب اللي نحن محضرينه من قبل. مثل ما قلت لكم دهنته ومحضرته، والفرن جاهز. وبناخدهم على الفرن من فرن حميته مسبق على 350. أخذ معي 3/4 ساعة تقريبا بالفرن. واختبرته إني حطيت العود وشفته إنه كله استوى، وحطيته حتى يبرد تماما. بس انبرد بنقلبه وبيكون جاهز للأكل. هلا فيكن تزينوه بالزينة اللي انتو بتحبوه، بالنكهة اللي انتو بتحبوها. فيكن تستعملوا كريم تشيز، كراميل، أي شيء انتو بتحبوه المتوفر عندكم، أو فيكن تاكلوه سادة هيك مثل ما بتحبوا. أنا حطيت كراميل. و ما بتصدقوا قديش هو طيب وصحّي. هلأ أمانه صحّي كل هالقد إنه فيه زوكيني، بس يعني النكهة كتير طيبة. بانصحكم كتير إنكم تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. وشكرًا للمتابعة.